يا ساتر يا رب، ريال مدريد ما كسبش ثلاثة. انا مش فارق معايا الثلاثة، انا فارق معايا الصفر. انا كسبت الصفر ده، انا طالع بكلين شيت من مانشستر سيتي. لا وكسبتك انت كمان، مش فالفيردي. الناس الجميله اللي بتتفرج علينا ولو مستمتع بالمحتوى اللي احنا مقدمينه الحمد لله اعمل لنا فول. شكرا. بس ممكن اقفل الفيديو هنا، ما عنديش اي مشكله ان انا لعبت مانشستر سيتي ايا كان في ملعب مين، وخرجت ان احنا طالعين بكلين شيت. كلين شيت، عندي كل الغيابات دي وطالع بكلين شيت. بلعب من غير باك شمال، بلعب من غير سنتر باك. لا ده سنتر باك كنت بلعب بيه اساسي الماتش اللي فات. لو انت مش متابع ماتشات الدوري، بلعب من غير السنتر باك الاساسي اللي هو ميليتاو، بلعب من غير جوب بلينجهام، بلعب من غير احسن لاعب في فرقتي وفي العالم كيليان امبابي، من غير رودريجو اللي هو كان اللي بيلحقني، هو الوحيد اللي عارف مفاتيحها. كويس ان انا ذكرت سيره كيليان امبابي. بقول لك انا عايش في سيناريو ما كنتش احلم بيه، ما كنتش اتخيل اي تخيل هيبقى احسن من سيناريو زي ده، ان انا اكسب 3 و0، وان اللي ما بيفهموش في الكوره يقعوا في شر اعمالهم، ويظهر الرابع الرابع اللي كان هيجي من فينيسيوس جونيور اللي ضيع ضربه الجزاء، يتكشفوا هم كمان النهارده، ويظهر الناس اللي كانت بتقول لك كيليان امبابي هو اللي عامل مشكله وفينيسيوس جونيور هو الحل واحسن لعيب في الفرقه. الفكره مش في تضييع ضربه الجزاء، اي لاعب بيضيع ضربه الجزاء، بس حتى مش ضربه الجزاء دي جايه له من لعيب تاني وهو دخل ضيعها، جايه له من انفراد صريح. يا راجل ده فالفيردي لاعب نص الملعب عرف يرقص دوناروما، انت مش عارف يا فاضي يا ناسي الكوره. يا راجل ده اخر ثانيه في الماتش، حتى عشان الناس اللي بتنسى، اخر ثانيه لعيبه ريال مدريد بفران جارسيا ماسك الكوره ونص الملعب فاضي عشان مانشستر سيتي ضغطك وعايزين يسجلوا حتى هدف واحد. فران جارسيا بيرجع الكوره لورا للمعلم فينيسيوس جونيور، راح مماصي وعامل ميس باص، رجع بمرتده في اخر ثانيه، كان ممكن يسجلوا منها اخر ثانيه. يعني فران جارسيا مش عارف يباصي الباصه دي. اقسم بربي انت بقيت عال على الفريق.